مسكينة راه عاشت حوايج خايبة وجيبوا البيقة الصغيرة حلو دين الليل الصدمة مروق وحرير شحريرة شي سلفان شي مريم ومصدى فريق الأباطرة في كازا ربي عطانا بالنار الرجاء يعيد مسابقة نجم الشهر بشراكة مع مستشير جديد، ويعلن فريق الرجاء الرياضي على إطلاق مسابقة خاصة بأنصاره لاختيار أفضل لاعب في الفريق خلال شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار تعزيز التفاعل مع جماهيره وبشراكة مع مستشير اللي سبق لي التعاون مع النادي قبل سنوات، ووضع الفريق الأخضر لائحة كتضم 4 لاعبين للتنافس على هذه الجائزة. وكيتعلق الأمر بالحارس المهدي الحرار، بيسار حليمي، ماتياس أويوسي، إضافة للمدافع عبد الله خفيفي. هذا وشهدت المسابقة تفاعل كبير من طرف أنصار الرجاء عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي الرقمية، بحيث عبرت فئة واسعة من الجماهير على إعجابها بالمستوى اللي كيقدموا المدافع عبد الله خفيفي، ورشحاته بقوة لنيل لقب أفضل لاعب في الفريق خلال الشهر الماضي. يشار أن هذه المسابقة رجعت بعد غياب طويل، إذ كان طاقم الديجيتال الفريق الأخضر كينظمها بشكل شهري في السنوات الماضية، إذ حازوا عدة لاعبين على هذا اللقب أمثال سفيان بن جديدة، زكريا الوردي، محسن متولي وآخرين. الرجاء والماس يستعدان لقمة ودية في فاس، وكيتجهوا فريقي الرجاء الرياضي والمغرب فاسي لمبرمجة مباراة ودية خلال فترة توقف منافسات البطولة، ومن المتوقع باش تقع مع المركب الكبير العاصمة العلمية فاس. وفق مصدر خاص فكاين تواصل بين إدارتي الفريقين الاتفاق على موعد اللقاء في إطار استغلال فترة التوقف المؤقت اللي أنت عليه العصبة الاحترافية، واللي جات لإفساح المجال أمام الأندية المشاركة في المنافسات القارية وخلال عطلة عيد الفطر، بهدف الحفاظ على جاهزية اللاعبين وتجربة التشكيلات المختلفة. وضاف المصدر نفسه أن المواجهة غتشكل فرصة للفريقين للحفاظ على الانسجام والاستعداد الفني قبل العودة للمنافسات الرسمية، كما أنها كتعتبر قمة مرتقبة كتثير ترقب جماهير الفريقين، وغيتم الاتفاق على التبرع بمداخل المباراة. يذكر أن قرار العصبة الاحترافية جاء بعد تزايد مطالب بعض الأندية ومنها الرجاء والمغرب الفاسي بإعادة النظر في موعد إجراء الجولة 16، إضافة لتأخر بعض الفرق في خوض المباريات المؤجلة، وهما كيضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص. 8 لاعبين بارزين بالرجاء تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، وكتشهد نهاية الموسم الرياضي الجاري انتهاء عقود 8 لاعبين من فريق الرجاء الرياضي، ما كيفرض على المكتب المسير إيجاد حلول سواء بالاحتفاظ ببعضهم أو التعاقد مع لاعبين جدد لتعويض رحيلهم. وغتنتهي بحلول يونيو المقبل عقود كون ادم النفاتي، صابر بوكرين، عبد الله خفيفي، بيسار حليمي اللي وقع عقد ل6 اشهر. كما غتنتهي عقود عبد الكريم بعدي، بابا عثمان ساخو، معاد الضحاك، المعار من اتحاد توارقه، شأن اللاعب يونغ افريكانز بالا موسى كونتي. هذا متوقع باش يتخلى الرجاء على بعض الاسماء بسبب تواضع مستواها، بينما غيحاول تجديد عقود لاعبين اخرين كيتعتبروا من الركائز في النادي، امثال ادم النفاتي، بوكرين وحليمي اللي كيقدم مستوى مقبول في المباريات اللي لعبها منذ التحاقه بالنادي في الميركاتو الشتوي الاخير. هذا كينتظر المكتب المسير الرجاء برئاسه الزيات عمل كبير في الانتقالات الصيفيه، خاصه ان تعاقدات الموسم الحالي ما قدمتش اضافه كبيره للنادي، ومازال الفريق ما ظهرش بالمستوى المطلوب. يشار ان فريق الرجاء الرياضي كيحتل صداره الدوري مؤقتا في انتظار اجراء باقي الفرق المؤجلات اللي كتنتظرها. لاعب واعد من الرجاء يتلقى خبرا سارا. وتلقى كريم السعدي لاعب امل فريق الرجاء الرياضي خبر سار بعد توجيه الدعوه ليه للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني للشبان في خطوه كتعكس تالق اللافت خلال الموسم الجاري. وكشف السعدي على هذه الدعوه على صفحته الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، بحيث عبر على سعادته الكبيره بهذا الاستدعاء واعتبروا ثمرات العمل اللي قام به رفقه الفئه السنيه للنادي الاخضر. وقدم اللاعب الشاب مستويات مميزه بقميص الرجاء، إذ نجح في تسجيل 37 هدف خلال 29 مباراه خاضها مع الفئات السنيه، ما خلاه يلفت انظار المتابعين والمسؤولين داخل النادي. هذا وكيواصل السعدي تدريباته مع الفريق الاول النوسور في انتظار الحصول على فرصته الكامله لاثبات مؤهلاته وانضمام بشكل رسمي لصفوف الفريق الاول، كما وقع الامر مع اللاعب الشاب يحيى إيغيز. الرجاء يصدر بلاغا توضيحيا بشأن أحداث مواجهة أولمبيك آسفي،
وصدر فريق الرجاء الرياضي بلاغ رسمي لتوضيح ملابسات الأحداث اللي شهدها مركب محمد خامس خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام أولمبيك أسفي ضمن جولة 15 منافسات البطولة. أكد النادي الأخضر أن عملية بيع التذاكر تمت وفق الطاقة الاستيعابية للملعب، بحيث تم بيع 20555 تذكرة بالإضافة لحوالي 14000 بطاقة اشتراك باش يوصل العدد الإجمالي 34555 متفرج، وهو ما كيمثل 77% من طاقة الملاعب الاستيعابية اللي كتبلغ 45000 متفرج. وشار البلاغ لأن البروتوكول المعتاد لتنظيم المباريات تم اتباعه مع عقد الاجتماعات التنسيقية بحضور السلطات المختصة والشركة المكلفة بتنظيم المباريات وفق المساطر المعمول بها. وزاد الرجاء أن المباراة شهدت توافد استثنائي لعشرات الآلاف من الأشخاص لمحيط الملعب بدون تذاكر أو بطاقة اشتراك صالحة، بحيث حاول بعضهم تجاوز الحواجز ودخول الملعب، ما أدى لفوضى عارمة. كما تم رصد عدد كبير من البطاقات والتذاكر المزورة، ما حرم عدد من الجماهير الحقيقية من الولوج الملعب بشكل طبيعي. وشار النادي لأنها التصرفات خلفت أضرار بالبنية التحتية الملعب وصورة النادي وموارده المالية. واختتم البلاغ بالتأكيد على ضرورة أنه يتوفر كل شخص كيرغب في حضور المباريات مستقبلا على تذكرة أو بطاقة اشتراك صالحة، مع الدعوة لعدم التوجه لمحيط الملعب للناس اللي ما كيمتلكوش ذلك، حفاظا على سلامة الجماهير وصورة النادي وتنظيم المباريات. وأكد الرجاء في بلاغه أنه كيحتفظ بحقه في اللجوء للقضاء ضد من تبت تورطه في حيازات أو استخدام تذاكر وبطاقات مزورة. وعبر النادي على أسفه الشديد لهذه الأحداث الخارجة على إرادته، وأكد حرصه التام على تنظيم المباريات في أجواء آمنة ومنظمة لجميع الجماهير. كما أكد الفريق الأخضر أنه باشر اتصالات مع السلطات المختصة من أجل تقييم الموقع ومراجعة المنظومة التنظيمية خارج الملعب لتفادي تكرار بحال هذه الأحداث. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم من جورنال فيغ. في أمان الله، ونتلاقاو في أخبار رجوية جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو، وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناء.